اهلا بيكم. معاكم دينا خلاف، لايف كوتش، مدربه الوعي الذاتي والتطوير الشخصي، اخصائي ارشاد نفسي وممارس البرمجه اللغويه العصبيه. تعالوا النهارده نتكلم عن الناس اللي ما بتعرفش تاخد قرارات في حياتها. لو انت من الناس اللي طول الوقت عنده حيره في القرار، ما بيعرفش بياخده بصعوبه جدا، ممكن يفضل يأجل 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 والفرصه تروح عليه. لو انت من الناس دي وحاسس طول الوقت ان انت عندك ضعف في شخصيتك لانك مش عارف تاخد قرار، تعالى النهارده اقول لك الاسباب النفسيه الخفيه ورا ان انا مش عارف اخد قرارات، وازاي اقدر اشتغل عملي واخد قرارات حتى لو بسيطه او قويه في حياتي بدون الشعور بالندم. كمل معايا. اول حاجه لازم نبدا نفهمها، احنا عقلنا بيشتغل ازاي. عقلنا فيه جزئين، في جزء اللي هو الواعي اللي هو طول الوقت بيخليني احلل وافكر الشيء اللي انا بفكر فيه، وفي جزء اللي هو اللاواعي اللي هو مهمته اصلا يحافظ علينا ويخلينا عايشين في الحياه، اللي هو طول الوقت اي حاجه بالنسبه له خطر عليك بتسبب تهديد ليه، فبيخوفك ويفضل يخليك في مكانك في منطقه راحتك، وبيخاف من اي تغيير او من اي مجهول. فده سبب اساسي ان انا ما بقدرش اخد قرار، لان انا عقلي بالنسبه لي لو انا حتى في وضع او في علاقه سامه او مؤلمه بالنسبه لي وحابب اسيب العلاقه دي واخرج منها، عقلي هيحس بتهديد، لان في مجهول بالنسبه له، هو مش شايف ومفيش رؤيه واضحه ايه اللي هيحصل لو انت سبت العلاقه دلوقتي. هو مستلذ ومستمتع بالالم، ما عندوش مانع ان انت تتالم، بس المهم ان انت ما تتغيرش وما تخرجش من منطقه راحتك. فهنا العقل متبرمج على البقاء، انه يحميك ويخليك في مكانك. فابدا خليك واعي ان عقلك طول ما هو بيهددك وفي خوف بالنسبه لك انك تطلع من المنطقه دي او من العلاقه دي، لان هو بالنسبه له انت مهدد، انت في خطر عليك، لان العقل لا يميز ما بين الحقيقه وما بين الخيال. يعني دلوقتي الخوف، احنا بنقول الخوف طبيعي جدا لو فعلا انا في خطر حقيقي، يعني انا فعلا في خطر على حياتي. انما لو انا هسيب علاقه مؤذيه بالنسبه لي وبتألم وبتوجع فيها، لو انا سبتها ايه الخطر؟ في ألم، ما انا كده كده بتألم وبتوجع. فهنا العقل مش مميز ما بين ان انت في خطر حقيقي او في خطر وهمي. هروح شغل جديد وهسيب شغلي الحالي، ده بالنسبه له تهديد لان في حاجه مجهوله بالنسبه له. فركز قوي ان عقلك اللاواعي دايما بيحميك من اي شيء مجهول. فعشان كده لازم اكون مدرك ايه اللي شغال عندي وعقلي خايف ليه. تعال ندخل على الاسباب النفسيه الخفيه. اول سبب عندنا نفسي خفي هو خوفي من الفشل. طول الوقت احنا عندنا مخاوف اتربينا عليها، معتقدات دخلت جوانا ان انا دلوقتي لو انا سبت المكان اللي انا فيه ورايح مكان تاني، ما انا ممكن افشل، ما انا ممكن حياتي تقف. جالي سفر دلوقتي في بلد تانية، انا خايف ان انا منفعش في البلد التانية، ان انا ما اقدرش اكمل. فخوفي من الفشل مرتبط بيه الناس، وخوفي من الناس، ودايما بسعى رضا الناس، دايما انا عايز الناس تشوفني احسن حاجة. فطول الوقت انا بسعى لرضاهم. طب يا ترى هيقولوا عليا ايه؟ طب لو انا فشلت هيبقى راي الناس عني ايه؟ هيفكروا فيا ازاي؟ فهنا هتلاقي نفسك انت بتسعى لرضا الناس، بتسعى دايما انك مهتم برايهم عنك، لان انت عندك ضعف في الجزء ده. فركز قوي ان انا خوفي من فشلي جاي عن طريق ايه جوايا. انا خايف ان انا افشل لان انا بسعى دايما لرضا الناس، او خايف ان صورتي تهتز او يقولوا عني ايه او يفكروا فيا ازاي. تعالى بقى ادخل على رقم 3، دايما شعورك بالندم. انا طول الوقت بشعر بالندم. لو انا خدت قرار، لا انا ندمان ان انا خدت القرار ده، حتى لو صح، حتى لو صح، حتى لو غلط، حتى لو غلط، في شعور بالندم طول الوقت، لان انا اتعودت ان اي قرار انا هاخده هو غلط. يا ريتني كنت في مكاني، ما يمكن المكان ده انا بتعلم منه حاجه جديده، ما يمكن العلاقه اللي انا سبتها دي فعلا كانت اذياني وكانت مدمراني ومستنزفه طاقتي. فانا هنا بندم لان انا سبت حاجه انا بندم عليها، حاسس ان الحاجه دي كتير عليا، وحاسس ان انا دخلت في حاجه اقل شويه. وده بيقول ان انا طول الوقت هتلاقي عندك جلد على الذات في اي حاجه انت بتعملها، هتلاقي عندك استنزاف في طاقتك طول الوقت. فركز قوي انت خايف من ايه؟ ايه السبب النفسي الخفي اللي بيخليك دايما تندفع وتبدا يا اما تاجل قرار، يا اما لو خدته بتبدا تندم عليه. بعد كده ان انت بتسعى للمثاليه والكمال، وقلنا دي اصعب حاجه بتعطل حياتنا. ان انا طول الوقت بسعى ان القرار يكون 100%، لازم اخد القرار ويكون صح 100%. مفيش حاجه اسمها صح 100%، مفيش الكلام ده. فانا لو انا لقيت نفسي مش عايز اخرج من الحته دي الا لما احس ان انا 100% صح، مش هتخرج من الحته دي ومش هتتغير. سعي للكمال والمثاليه بيعطلني في حاجات كتير جدا اتكلمنا فيها كذا مره. ركز لو انت من الناس اللي طول الوقت عايز الحاجه 10 على 10
عمرها ما هتكون 10/10 وهتبدا تاجل. طبيعي ان انا هشتغل، هغلط، هتعلم، هشتغل، هغلط، هتعلم. فالقرار اللي انا هاخده دلوقتي مش مصيري بالنسبه لي، وحتى لو بالنسبه لك هو حياه او موت، هقول لك على الخطوات اللي تخليك تاخده وانت مرتاح نفسيا. اول خطوه عندنا لازم اعرف انا خايف من ايه. يعني انا دلوقتي في قرار معين عايز اخده، القرار ده انا واقف دلوقتي ومتعطل ومش قادر اخده لان في خوف هو اللي دافعني وهو اللي معطلني. طيب الخوف هنا بالنسبه لي خايف عشان 1 2 3 4. اكتب مخاوفك، لان انا لما بشوف مخاوفي بعينيا واكتبها قدامي انا بمسك زمام الامور بايدي، عكس ما اكون حاطط المخاوف جوه وعمال قلقان ومتوتر وخايف وبس. حط اللي انت خايف منه قدام عينيك، ده هيفرق معاك جدا وهتحس ان عقلك هدي لما يشوف انت خايف من ايه. رقم 2 وحاجة مهمة جدا لازم تسعى ليها، انك تسأل نفسك أسوأ حاجة ممكن تحصل لي لو انا خدت القرار ده. أسوأ حاجة، عقلك طول الوقت خايف من المجهول وان الحاجة مش واضحة بالنسبة له، فانا بجيب له أسوأ حاجة. أسوأ حاجة ممكن لو انا اخدت القرار بتاع شغلي ده مش هرتاح، هسيب الشغل، دي أسوأ حاجة. طيب سبت الشغل، ايه اللي انت هتعمله لما تسيب شغلك؟ يعني هتتعامل ازاي مع أسوأ حاجة دي؟ وابدأ حط حلول لمعاملتك مع أسوأ حاجة. فانا حطيت خوفي قدام عينيا وبدأت اكتب أسوأ حاجة ممكن تحصل لي، ولو حصلت انا هعمل 1 2 3. عقلك هدي تماما لانه بدأ يشوف مخاوفه بعينيه وبدأ يشوف المجهول بالنسبة له بقى واضح ليه، فبدأ يهدى وما بقاش حاسس بخطر او تهديد ليك. في حاجة مهمة جدا وانت بتتخذ قراراتك، اسعى دايما القرار ده يمثل قيمك الشخصية ولا هو عكس القيمة بتاعتك. لان انا دلوقتي لو ماشي في طريق عكس القيم بتاعتي هيضارب فيا، مش هكون مرتاح ومش هكون مبسوط. يعني انا عايز اسافر، هشتغل شغل جديد، فبالنسبة لي الشغل اللي انا هشتغله ده انا قيمتي العليا الحرية والاستقلالية، تمام؟ اكون مستقل، ما بحبش حد مسيطر ومتحكم فيا. طيب المكان اللي انا هروحه ده هيقيد حريتي، يبقى انا كده عكس القيمه بتاعتي. فركز دايما ان قيمك تكون واضحه بالنسبه لك. طيب القيم الشخصيه اطلعها ازاي؟ هتطلع من على الانترنت من 20 ل 25 قيمه، اكتبهم، ده اللي يمثلك انت. تاني مره نزل من ال 25 او ال 20 قيمه اللي انت اخترتهم ال10 اللي هم بالنسبه لك هو انت، ده بالنسبه لي الاهم، رقم 1، بعد كده 2، بعد كده 3، لحد ما تكمل 10 قيم. تالت مرحله انا هخفض ال10 دول وادمجهم في 7 بس. 7 بس ده انا، دي انا بالصوره بتاعتي. ببدا ابص دينا عندها قيمه الحريه، قيمه التعليم، قيمه الاسره، فانا ببدا اركز انا هنا الهدف بتاعي لو تضارب مع القيم دي مش هينفع ان انا اسعى ليه. بالنسبه لي الهدف كده غلط 100%. بعد كده واخر حاجه لازم تعملها انك تكتب الهدف قدام عينيك. اكتب المميزات اللي هتعود عليك لو انت خدت القرار للهدف ده، واكتب العيوب اللي هتعود عليك لو انت خدت القرار للهدف ده. فانا بالنسبه لي بدات اكون واضح بالنسبه لي ايه المميزات وايه العيوب، وادرك كده بوعي مش بلا وعي، تحليل وتفكير، ان انا افكر واحلل بصوره منطقيه. لو انا اخدت القرار ايه المميزات اللي هتعود عليا، ولو انا اخدت القرار ايه العيوب اللي هتعود عليا، وابدا قيس بالنسبه لك مميزاتك وعيوبك، وابدا من دلوقتي اعرف القرار ده مناسب اخده بدون شعور بندم او شعور باي حاجه، شعور بفشل، شعور ان انا كده غلط، شعور ان انا هندم على القرار بعد كده. فهنا مش ضعف، هنا محتاج افهم السبب الاساسي ورا ان انا باجل القرار. فهنا ببدا افهم نفسي اكتر واكتر. وهسيب لكم رقم الواتس لاي تواصل في حجز سيشن او استشاره لو انت فعلا مش قادر تكتشف نفسك ومش عارف ايه اللي معطلك في حياتك. ولو حسيت ان ده فرق معاك ممكن تشارك بيه ناس تانية يفرق معاهم الكلام اللي احنا قلناه. شكرا جدا ليك.